أحيانا بتنصح الناس بنصيحة كان أولى إنك تنصح نفسك بيها، والقدر يوقعك بدون ما تحس وتقع علشان تتعلم. دروس وبتديهالنا الدنيا ولا فارق معاها عزيز ولا غالي، رغم إنها فانية هتفضل تعلمك وتعلم عليك لحد آخر نفس فيك. الدنيا عاملة زي طريق السفر، عايزة اللي يجهزله ويركز في حياته كويس أوي بدل ما يركز في حياة الناس. ده عمل وانا لأ، هي معقدة معايا، هو انا ربنا غضبان عليا. بدل ما تقعد تندب حظك، شوف انت محتاج ايه وناقصك ايه وابدأ اعمله. بدل ما تضيع وقت ومجهود انت اولى بيهم في التركيز في حياة الناس، هيفرق معاك قوي بدل ما العمر يتسرق منك وترجع وتقول يا ريتني. وساعتها يا ريتني هتعيشك في ندم باقي عمرك وتضيع اللي جاي كمان. انت اولى الناس بحياتك وحياتك اولى بيك. لما بتعديها من باب العشم وما كانش يقصد، ودي زلة لسان بيتمادوا. لازم يكون في وقفة صريحة علشان ما تتكررش، لان كل مرة بتعديها انهم يغلطوا لحد ما بتوصل لمرحلة بتحس فيها انك بقيت ملطشة من كتر ما بتعدي وتسامح، وبتحول طيبتك لسذاجة وانت مش دريان، وبتتقلب عليك الترابيزة وفجأة تبقى الغلطان. ما هو انت قصدك وانت فصلك، وساعتها لازم تقف لنفسك وقفة صح، وتمنع اي حد يتهاون في احترامك لنفسك. ما تقبلش الاهانة والغلط، مجرد قبولك ليها هيحولك لمصدر سخرية وانت مش واخد بالك. حط حد لأي حد يحاول يقلل من قيمتك، ده حق نفسك عليك، إن لنفسك عليك حق. لكل قاعدة شواذ، نفس المبدأ ينطبق على حياتنا، مش علشان احنا طيبين يبقى لازم نقابل اللي يشبهنا. ربنا خلقنا مختلفين، دي سنن ربنا الكونية، علشان نتعلم ونكمل الناقص في حياتنا وشخصيتنا. ابنك لو مربيتوش على أفعال ما تلوموش. دايما بنمسك في المفعول ونسيب الفعل، وبنمسك في رد الفعل وننسى الفعل نفسه. ده مش مبرر، بس على الأقل هيخليك تاخد بالك من أفعالك لما تفكر بس لمدة دقيقة ايه هو سبب ردة الفعل دي اللي مش عاجباك. ابنك لو مربيتوش على أفعاله ما تلوموش. بنمسك في رد الفعل وننسى الفعل نفسه. فكر لمدة دقيقة، أكيد هتوصل لطريقة تحل بيها الحوار. ما تستسلمش لغضبك وتفتح باب الشيطان. ادي فرصة لنفسك ولغيرك، أكيد هتغير طريقة تفكيرك لما تسمع وجهة نظر غيرك. مش كل حاجة تاخدها قفش، سهل الدنيا دي مش سجن وهنلبس فيه الكلبش. اسمع لغيرك.